3 دقايق الطياره تقفل، احنا مش عارفين نعمل ايه. اخر الناس نطلع على الطياره 6:30 بالظبط من 10. عايز اقول لكم مش قادر، عايز انام جدا. يا صباح الفل عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ النهارده عندنا تجربه حلوه قوي، الا وهي تجربه طيران العربيه. عندنا النهارده رحله من القاهره لمسقط. تعالوا معانا ندخل المطار ونشوف الرحله هتمشي ازاي، اجراءات الوزن، الجوازات، وسائل النوم في الطياره، الراحه، الاكل، كل حاجه. بقالي بالظبط 40 دقيقه واقف على الكاونتر بتاع الوزن. شويه زحمه بس بصراحه بيخلصوا الى حد ما بسرعه. بس التعامل في الصاله دي مش افضل حاجه. انا جربت صالات كتير، تقريبا صالات مطار القاهره ما عدا صاله 2، صاله 1 و3، وصالات كتير بره مصر واسوان والاقصر. لا، ما مش افضل حاجه. التعامل هنا من الناس العمال اللي شغاله والكلام ده كله مش افضل حاجه. دلوقتي هندخل نوزن ونشوف ان شاء الله ما يكونش معانا وزن زياده. انا كده كده وازن ومعيش حاجات زياده كتير يعني. فان شاء الله هندخل نوزن وناخد البورد. حصلت صدفه انا ما كنتش اتوقعها. يا جدعان، ده صاحبي من عمان يا جدعان. لقيته بالصدفه على الكاونتر، انا مش مرتب معاه والله بجد. اوكي، حصلت معايا مشكله دلوقتي انه الاسم مش مظبوط مع الفيزا. فدلوقتي قالوا لي ارجع من على الكاونتر عشان هيكلموا تقريبا الجوازات في مسقط او في عمان يعني. ومش عارف ده هيمشي ازاي. فقعدوا يفتشوا في الباسبور كويس وفي الفيزا يشوفوا الاحرف. انا لما شفت رجعت على الفيزا الاحرف تمام مظبوطه. مش عارف ايه. للاسف فاضل بالظبط 3 دقايق الطياره تقفل، احنا مش عارفين نعمل ايه. ولحد دلوقتي بيقولوا لنا استنوا انتظروا. جابوا لنا مدير الشركه، مدير الكاونتر دلوقتي اسمه مستر هاشم. لحد دلوقتي قال لنا ما تقلقوش ان شاء الله خير. مش عارفين وان شاء الله خير. الحمد لله انا وصلت للمرحله دي. عايز اقول لكم بعد عناء بجد لانه انا كان عندي مشكله في اسمي مع الفيزا زي ما قلت لكم، والحمد لله خلونا اخر ناس نطلع على الطياره. عايز اقول لكم ان الموضوع ما كانش سهل يعني. بعد ما قالوا لنا ان احنا خلاص اتقبلنا على الطياره عملوا لنا ابجريد للبيزنس. احنا اليوم ده انا مش هنساه، انا مستحيل انساه. خلاص ختموا لنا الجوازات تمام، كل حاجه الحمد لله ماشيه بيرفكت. دلوقتي هنروح على الطياره وانا المفروض طيارتي ايكونومي. رقونا بقينا بيزنس انا وصاحبي والحمد لله طالعين الطياره. اهم حاجه نعمل كده. صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الفل. عامل ايه ايه؟ الاخبار؟ الحمد لله كويس. نورنا. ميرسي. اتفضل. ميرسي. 1 دي اوكي. حضراتكم تحت الطياره تحت تنقل كابينه القاهره بالنيابه عن عربيه الطيران وبطل حضرات الطاقم. نبدا نرحب بكم على متن الطياره الايرباص 28 والمتجهه ان شاء الله الى مطار مسقط الدولي. دلوقتي احنا ده السيت بتاعنا، بس هو للاسف مش افضل حاجه، مش افضل حاجه. وفتحنا سكاي تايم. سكاي تايم ده الاداه الترفيه اللي انت ممكن تعملها او تفتحها على الطياره. سكاي تايم ده بيجيب لك كل المعلومات عن الرحله. احنا طالعين من كايرو تو مسقط. ده الرقم الرحله، فاضل قد ايه ونوصل. احنا دلوقتي المتبقي لنا 2416 او 2415 كيلو على الوجهه بتاعتنا اللي هي مسقط. السبيد احنا ماشيين ب 841 كيلو متر في الساعه. طبعا الحاجات دي كلها الجيجز قوي بيحبوها يعني. انا واحد مثلا انا بعشق الحاجات دي طبعا، بحب اعرف احنا فين والكلام ده كله. احنا ان شاء الله الوقت اللي هو متوقع ان احنا نوصل فيه ساعه 1:15. فدلوقتي هنخش نشوف ايه الافلام او ايه الحاجات اللي احنا ممكن نلعبها. في جيمز، في تي في شوز، في حاجات للكيدز، في اوديو، في سكاي كافيه. طيب عندنا هنا في تي في شوز، كل ده انجلش. اوكي، ممكن نشوف حاجه عربي، في اردو، في لايف ستايل. اوكي مفيش حاجه عربي في دول. الفيديو كليبس، دول بقى فيديو كليبس، دول فيديو كليبس انجلش. اوكي، ده الاوديو، في قران، وفي سكاي كافيه بقى لو حابب انت تطلب مثلا حاجه من الكافيه هنا، بس هو تقريبا مش شغال او حاجه. احنا دلوقتي بقى هشوف حاجه اتفرج عليها عشان انا مستني الميل اللي هتيجي. فخلينا نشوف الميل ونرجع تاني. بس الاول نشوف حاجه عربي نتفرج عليها عشان انا بحب حاجات عربي موفيز. في زهايمر، في 5 جولات، المطاريد، تصبح على خير. اوكي، بحبك وبموت فيك. اوكي طيب. احنا دلوقتي انا كده معايا افلام على اللابتوب فممكن ان انا نتفرج عليها. طيب احنا دلوقتي هنستنى الميل عشان اكل وانا بتفرج على حاجه. طيب دلوقتي الميل اللي جات لنا المفروض احنا بزنس تمام. الميل اللي جات لنا ساندوتش وازازه ميه
المفروض انه ساندوتش في ازازه الميه. خلونا نفتح بقى الساندوتش. اوف روعه. ساندوتش ساقع، مش سخن. خلونا ايه، الى حد ما ساندوتش لذيذ، مش واو يعني. لو اديله ريت اديله 6.5 بالظبط من 10. ساندوتش ساقع مش سخن. الفراخ لذيذه، العيش ناشف شويه. انا مش بقيم الاكل، انا بقيم بس التجربه عامه. عايز انام شويه لان انا ما نمتش وعندي بكره طياره، مش مشكله. المهم احنا هنكمل دلوقتي وهشحن التليفون شويه بس. تاكل الساندوتش ونكمل شويه. طيب خلونا نتكلم سريعا كده عن الطيارات. هو الموضوع كله ان انا حصل معايا النقطه اللي حصلت في الاول دي بصراحه ما كانتش ألذ حاجه، شويه قفلاني بس عادي مش مشكله. المفروض ان انت تتوقع اي حاجه في السفر. الحمد لله كل حاجه يعني مكتوبه تمام. بالنسبه لاداء الكرو بيرفكت مور ذان بيرفكت. بالنسبه للاكل لذيذ، طعمه حلو، مقبول جدا. ما ننساش ان ده طيران اقتصادي. انا التيكت دي حاجزها ب 60 ريال عماني. 60 ريال عماني يعني بالظبط حوالي 170 دولار ريتيرن واي، يعني ذهاب وعوده. الحاجه الثانيه قيمه مقابل سعر، واو اتس بيرفكت. بالنسبه للكرسي والكلام ده كله لا يعني عشان هم عملوا لي ابجريد طبعا، فانا اصلا في مساحه قد كده طبعا. وبالنسبه للكرسي انا ممكن ارجعه من هنا كده، بس انا رائد نايم ورا، صاحبي نايم ورا فمش عايز ازعجه. بالنسبه دي بتاعت الاكل تطلع كده، وبعدين نفتح دي، وبعدين دي ندخلها، وبعدين نحطها كده. اوكي دي لذيذه قوي. طيران اقتصادي بصراحه. هو الحاجه الوحيده اللي ما كانتش عجباني هو الشوك اللي حصل في الاول ده، ان انا استبعدوني من الطياره شويه وبعدين رجعوني تاني. وطبعا كالعادة لازم ناخد جولة في حمام الطيار. عايز اقول لكم الريحه في الحمام بيرفكت، لذيذه قوي. في كحول، في مناديل، في هنا ده الباسكت. طبعا مكتوب ممنوع إدخال السجاير، ممنوع التدخين في كل حته. ده زي ما قلت لكم في فيديو اسوان، لما كنا رايحين اسوان كده ساقع تدوس تجيب لك ميه ساقعه كده، تدوس يجيب لك ميه سخنه. طيب ده الصابون هنا. ده بالنسبه برضو لو الامهات عايزه تغير الحفاضات لاولادها. وده التواليت تمام. بصراحه ما فيهوش حاجه ان احنا نقول عليه وحش او حاجه. بص برضو دي نقطه سلبيه. انا بحب اعرض السلبيات والايجابيات. النقطه السلبيه دي مش لذيذه، بس ده بيكون من ركاب مش من الكرو يعني. دلوقتي احنا بدأنا في الهبوط. عايز اقول لكم مش قادر، عايز انام جدا، معرفتش انام من ده، معرفتش انام خالص، عايز انام جدا. انا عن نفسي مش شايف اي حاجه تحت بصراحه. الرؤيه مش واضحه خالص، بس خلاص احنا بدأنا في عمليه الهبوط. الساعه دلوقتي بتوقيت مسقط 1:10 واحنا المفروض نوصل 21 دقيقه. توقيت القاهره 12 وحاجه، فرق ساعه بس. عايزين نشوف بقى اللاندنج هيكون سموث ولا شويه مش كويس. واو
الحمد لله اللاندنج كان سيداتي كويس. وسادتي، لقد هبطنا بسلامة الله تعالى. وصلنا بقالنا حوالي 10 دقايق، وال10 دقايق دول بنعمل فيهم تاكسينج، ولسه واصلين الجيت بتاعتنا حالا. اهو بصوا، والله هو الريفوليوشن ده مش مني، مش بسببي، بس هو الشباك مش افضل حاجه، مش ممسوح افضل حاجه. فاحنا جنب الطيران العماني دريم لاينر 797. انا بعشق حاجه اسمها دريم لاينر، بعشقها. لسه ما جربتش دريم لاينر، بس ان شاء الله هجربها قريب واعمل عنها ريفيو قوي جدا. مش شرط الطيران العماني، بس لازم تكون دريم لاينر. انا بحب دريم لاينر. داخلين دلوقتي نتصور في الكوكبيت. مساء الخير. بجد 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 ميرسي على الرحله الجميله دي. انا بجد بجد انبسطت معاكم بجد، ويعني بيرفكت لا بيرفكت لاندنج بصراحه بجد بجد. ما شاء الله ما شاء الله بجد. انا اتشرفت بحضرتك بجد. ميرسي جدا يا كابتن بجد. والحمد لله على السلامه. ميرسي جدا لحضرتك. هاخد السيجنتشر بتاعت البايلوت والكو بايلوت دلوقتي. بقول لك ايه البيج بتاعتك اسمها ايه؟ اسمي احمد عبد الستار. البيج نفسها بقى انستجرام احمد عبد الستار، ممكن تسيرش. اكيد. دي لقطة معتز من فضلك. هو بايلوت يا فندم. كابتن معتز. هو بايلوت يا فندم. ولا يهم حضرتك. ولا يهم ماشي. ولا يهم سيادتك. هو تقريبا الواي فاي فيه مشكله او حاجه؟ اوكي. عامة هو كده احمد عبد الستار. اوكي، على يوتيوب على انستجرام نفس الكلام. اوكي، ميرسي جدا ليكم. ميرسي. بيرفكت فلايت. ميرسي، ربنا يخليك. ميرسي يا مستر محمد. بصوا هنا كمان اول ما بتوصلوا بتلاقوا الحمامات، يعني عشان برضو ايه الثقافه، هم متمسكين قوي بالثقافه بتاعتهم. ده بيسموه هنا عيش، ده مش رز، ده عيش. تمام. ممكن يكون السلطان قاعد جوه، السلطان هيثم اللي هو سلطان البلد.